الساعة 4 الفجر، راجل شكله غريب جدا وشايل على ظهره شوال، ولما سمع صوت حد بينده عليه خاف بسرعة ورمى الشوال اللي معاه في البلاعة، وبعدها اختفى تماما. وتبدأ من هنا واحدة من أصعب القضايا، صعب تربط تفاصيلها ببعض لدرجة إن القضية دي اتأيدت ضد مجهول، ولكن تفاصيل غريبة هنسمعها في قضية أغرب في القصة الكاملة. 2004 في منطقة مصر القديمة، وتحديدا في واحد من الشوارع الداخلية، يظهر مرة واحدة راجل شكله غريب ومغطي وشه تماما وشايل على ظهره شوال، تحركاته كلها غريبة ومريبة، وأي حد يشوفه يحس إن الراجل ده بيستعد علشان يعمل حاجة. وفي الوقت ده وبالصدفة واحد من سكان المنطقة كان صاحي وقاعد في البلكونة بتاعته، ولما لفت انتباهه تحركات الراجل الغريبة دي نده عليه بصوت عالي علشان يعرف الراجل ده عايز ايه. وأول ما بدأ صوته يعلى شوية، الراجل اللي شايل الشوال جري بسرعة ورمى الشوال في بلاعة بالصدفة كانت مفتوحة، وجري بسرعة من المكان واختفى تماما. وبسبب تصرف الراجل الغريب ده، الساكن اللي كان عمال ينده عليه نزل بسرعة الشارع وقعد يدور عليه في أكتر من مكان، لكن الراجل فعلا اختفى تماما. وتمر 3 ساعات، تحديدا الساعة 7 الصبح، والناس بدأت تنزل علشان تروح شغلها وتبدأ يومها طبيعي، علشان يلاقوا مرة واحدة عامل القمامة ماسك الشوال في ايده وعمال يصرخ بصوت عالي، لانه لما فتح الشوال لقى جواه نص جثة، وتحديدا نص سفلي من الجثة. عامل القمامة ده في الأول كان فاكر إن الشوال ده فيه حاجة مهمة، وعلشان كده طلع الشوال من البلاعة اللي طلعت أصلا مسدودة وفتحه، واكتشف بعد كده إنه شايف نص جثة. الناس تتجمع حوالين الشوال ويكلموا رجال الأمن علشان في وقت قليل يوصل مجموعة من رجال الأمن ويفتحوا الشوال علشان يشوفوا منظر مرعب جدا، نص جثة وواضح إنها السيدة كبيرة في السن، وأجزاء بسيطة من ملابس الست دي، لكن واضح من الملابس إن حالتها المادية فقيرة. ده غير منظر القدمين اللي كلها تشققات، واللي بتوضح إن الست دي شقيانة جامد جدا، أو واحدة بتشتغل طول اليوم. وطبعا دي النظرة الأولى لرجال البحث الجنائي، ويتم إبلاغ النيابة العامة وتبدأ عملية فحص مسرح الجريمة وجمع الأدلة ومناقشة الشهود. مفيش أي بصمات واضحة على الشوال ولا على نص الجثة السفلي بتاع الست دي، فبعدها يتم نقل الجثة على الطب الشرعي علشان يطلعوا تقرير سبب الوفاة. وكان واضح من معاينة رجال البحث الجنائي إن الست دي ميتة بقالها أكتر من يوم. التحدي الأكبر هنا إن رجال الأمن يلاقوا الجزء العلوي من الجثة، وده علشان يقدروا يحددوا الجثة دي بتاعت مين، ويبدأوا في مناقشة الشهود اللي كلهم أكدوا إن محدش فيهم شاف أي حاجة، لحد ما ظهر الساكن اللي شاف الراجل الغريب بالليل وهو بيرمي الشوال في البلاعة، فقعد مع رجال الأمن وحكى لهم كل حاجة هو شافها. المشكلة إن الساكن ده ما قدرش يتعرف على الراجل ده خالص. المشكلة التانية إن الراجل اختفى ومالوش أي وجود، والساكن ده أكد لرجال الأمن إنه كان متخيل إن الراجل ده حرامي وجاي يسرق أي حاجة، ما كانش متوقع أبدا إن الشوال اللي معاه ده فيه نص جثة، وما قدرش الشاهد الوحيد ده يدي أي معلومات زيادة عن كده لرجال الأمن. المشكلة إن الجريمة دي حصلت سنة 2004، ما كانش فيه أي كاميرات مراقبة في الشارع وقتها، وعلشان كده ما كانش فيه أي حاجة يقدر رجال الأمن يتعرف من خلالها على الراجل ده، أو حتى يعرفوا هو هرب وجري راح على فين. وده طبعا يصعب أكتر عملية البحث الجنائي عن الراجل ده. الغريبة كمان إن الراجل ده ظهر في وقت الشارع فيه كان هادي جدا، مفيش أي حد خالص من السكان شافه. وعمليات البحث استمرت لمدة 4 أيام متواصلة علشان رجال الأمن يحاولوا يلاقوا النص التاني من الجثة، ويتم فحص كل بلاغات التغيب اللي مفيش أي بلاغ تغيب فيه أي مواصفات تشبه مواصفات الست دي، واحدة كبيرة في السن ومتغيبة بقالها أكتر من أسبوع. ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيقول إن نص الجثة ده لسيدة في الستينات من عمرها، ومن لحظة ما لقوا النص جثة دي كان مر يومين على قتل الست دي، وإن سبب الوفاة هو الخنق باستخدام حبل أو قطعة قماش تم لفها على رقبة الست دي، وبعدها تم خنقها بيه. والأغرب إن عملية تقطيع الجثة تم بعد يوم كامل أو يومين من القتل، يعني مش بشكل مباشر على طول بعد الموت.
وده معناه ان اللي عمل كده كان واخد راحته على الاخر، وكان قاعد في منتهى الهدوء لدرجة انه قعد يومين كاملين وبعد كده قطع الجثة. واثار التشققات الكتيرة اللي في قدم الست دي بيدل انها كثيرة الحركة او بتنزل تشتغل فترات طويلة، وعلشان كده كان التوقع انها ممكن تكون شحاتة او شغالة بياعة في الشارع. ويمر اسبوع كامل على اكتشاف النص جثة، ومع ذلك مفيش اي بلاغ ظهر ولا رجال الامن قدروا يوصلوا للنص التاني من الجثة. ويتم فحص المنطقة اللي لقوا فيها النص جثة والمناطق المجاورة ليها، واللي لقوه ان مفيش اي بلاغ ولا في اي معلومة بتقول ان في ست عندها 60 سنة اختفت وملهاش اثر. وبسبب الغموض ده وبسبب الراجل الملثم اللي مغطي وشه ورمى الشوال، كان الموضوع بقى عامل زي التحدي لرجال الامن انهم لازم يحلوا القضية دي. مفيش اي معلومة واضحة غير تقرير الطب الشرعي، فمفيش اي معلومات رجال الامن قادرة تربطها ببعض. والملاحظة الأهم هنا إن غالبا اللي عمل كده فاهم كويس، لأن طول ما مفيش النص التاني من الجثة فمفيش حد قادر يتعرف على القتيلة دي ولا حد قادر يقول إنها جريمة مكتملة. وغالبا بعد ما يتم البحث على النص التاني فترة طويلة ويفشلوا، يتم تأييد القضية ضد مجهول لحد ما تظهر أدلة جديدة. صحيح الموضوع ده كان لافت انتباه أهالي المنطقة كلهم، لأنه فعلا موضوع مرعب وغريب، وعلشان كده كان في عدد كبير من الناس دايما بتسأل رجال الأمن ويطمنوا علشان يعرفوا هو الموضوع وصل لإيه. بس رئيس المباحث وقتها كان لافت انتباهه إن في راجل أسئلته مبالغ فيها وكتيرة، وكل شوية يسأل رجال الأمن ويسأل أفراد الأمن اللي في اسم الشرطة. ده واحد عايز يعرف طول الوقت هو ايه المعلومات الجديدة. رئيس المباحث يركز معاه من غير ما يلفت الانتباه، فيلاحظ ان الراجل ده طول الوقت بيسأل الضباط وافراد الامن اللي جوه اسم الشرطة. طب ايه اللي مخلي الراجل ده اصلا موجود جوه اسم الشرطة باستمرار؟ لانه مسجل خطر ولسه خارج من السجن بعد تنفيذ عقوبة مدتها 15 سنة في قضية سرقة وشروع في قتل. كان بيحاول يسرق ذهب من سيدة كبيرة في السن، ولما فشل انه يسرقها قطع دراعها، وساعتها اتقبض عليه واتحكم عليه ب15 سنة. ولما خلص فترة السجن كان لازم يقدم نفسه لفترة مراقبة، ودي فترة مراقبة طبيعية بتحطها الأجهزة الأمنية للمسجلين خطر علشان يضمنوا انهم مش هيرتكبوا جرائم تاني. فلازم يقعد لفترة معينة تحت المراقبة ويسلم نفسه كل يوم لاسم الشرطة ويبات هناك. المسجل خطر ده اسمه عبد الناصر أحمد إسماعيل، عنده 38 سنة، عليه 11 قضية سابقة ما بين سرقة بالإكراه وشروع في قتل. ولأن عبد الناصر بينفذ فترة المراقبة اللي عليه فكان طبيعي إن يكون جوه اسم الشرطة كل يوم. والحس الأمني عند رئيس المباحث خلاه يلفت انتباهه إن عبد الناصر بيسأل عن النص جثة وبيسأل عن أي تطور بيحصل في القضية دي باستمرار. فيطلب رئيس المباحث جدول الحضور الخاص بعبد الناصر، ويكتشف إنه ملتزم جدا في مواعيد، كل يوم بيجي يسلم نفسه في ميعاده في اسم الشرطة. لكن اكتشف ان في يوم واحد بس عبد الناصر ما جاش، ولقاه واخد اذن علشان عنده مشكلة مرضية. ولما راجع رئيس المباحث تاريخ اليوم ده اكتشف انه نفس اليوم اللي رجال الامن لقوا فيه النص جثة. ولان رئيس المباحث عارف ان عبد الناصر مسجل خطر وفاهم اجرام كويس وعارف ازاي يخفي اي معالم، فكان لازم يتعامل مع الموضوع بمنتهى الذكاء، وانه يجمع كل المعلومات من غير ما عبد الناصر يحس ان في اي حاجة بتحصل. اولا لان عبد الناصر مجرد مشتبه فيه، وثانيا عشان لو طلع فعلا هو اللي ارتكب الجريمة ما يلحقش يغير او يعدل اي حاجة في الادلة. ويطلب رئيس المباحث من الضباط وزمايله من افراد الامن في اسم الشرطة انهم يطلعوا اشاعة مهمة جدا انه هيتم تأييد القضية دي ضد مجهول، وان الامن فعلا مش عارف يوصل للنص الجثة التاني ولا قادر يحدد مين اللي عمل كده. ويطلب من زملائه ان هم يثقوا فيه وانه خلال يوم او يومين بالكتير هيتم القبض على المتهم.
وفعلا يلاحظ رئيس المباحث ان مجرد ما انتشرت الاشاعة دي عبد الناصر كان مبسوط جدا وكان بيهزر مع كل الناس بطريقة مش طبيعية وكأنها علامات الانتصار. ومن اللحظة دي يبدأ رئيس المباحث في شغله بمنتهى الهدوء، يجمع كل المعلومات عن عبد الناصر اللي يعرف منها انه الابن الوحيد وانه عايش مع والدته اللي عندها 61 سنة وشغالة بياعة فجل وجرجير تحت واحد من الكباري اللي في المنطقة هناك، وعايشين في شقة بسيطة جدا في منطقة اسمها اسطبل عنتر. يجمع رئيس المباحث والفريق اللي معاه باقي المعلومات علشان يعرفوا ان والدة عبد الناصر مختفية تماما وما بتنزلش السوق بقالها اكتر من اسبوع. ولما راحوا منطقة اسطبل عنتر عند بيت عبد الناصر ووالدته وبدأوا يسألوا عليه بطريقة هادية من غير ما حد ياخد باله، عرفوا ان عبد الناصر ووالدته حصلت بينهم خناقة بسيطة من اكتر من اسبوع، ومن ساعتها والدة عبد الناصر ملهاش اي وجود. بس اهم معلومة ان والدة عبد الناصر اللي عندها 61 سنة مختفية ومش ظاهرة بقالها اكتر من اسبوع. والمعلومة الاهم ان عبد الناصر ووالدته عايشين لوحدهم وملهمش اي قرايب او معارف، وده اللي يفسر لرئيس المباحث هو ليه مفيش اي بلاغ بالتغيب. وبكده تبدأ المعلومات تتربط ببعضها. رئيس المباحث عارف كويس ان عبد الناصر صعب يتكلم بسهولة، وفي نفس الوقت مش قادر يتخيل انه ممكن يكون عمل كده فعلا في والدته. المهم ان بعد يومين من انتشار اشاعة ان القضية اتأيدت ضد مجهول، يجمع رئيس المباحث والفريق اللي معاه اهم معلومات في القضية دي، ويبدأ في التفكير في الجزء الثاني، ازاي هيخلي عبد الناصر يعترف لو هو فعلا اللي عمل كده، وازاي هيقدر يلاقي النص الثاني من الجثة. يرجع رئيس المباحث على اسم الشرطة الساعة 3 الفجر ويطلب يشوف عبد الناصر اللي كان موجود في اسم الشرطة لانه بينفذ فترة المراقبة اللي عليه، واداله فلوس وطلب منه انه يخرج علشان يجيب لهم اكل يتعشوا بيه، كباب وكفتة و3 علب سجاير، ويديله فلوس زيادة علشان التعب اللي هيبذله. يخرج عبد الناصر من اسم الشرطة وهو فرحان جدا من ثقة رئيس المباحث فيه، ويرجع بعد نص ساعة ومعاه الاكل ومعاه السجاير. فيطلب رئيس المباحث من عبد الناصر انه يقعد معاه في المكتب وانه يفرشوا الاكل وياكلوا مع بعض. طبعا عبد الناصر مش مصدق اللي هو فيه، هيقعد مع رئيس المباحث ويتعشوا مع بعض ويبدأوا في الأكل، وعبد الناصر وهو بياكل عمال بيضحك وبيقول لرئيس المباحث إنه واضح إنه خد مكافأة كبيرة أو إنه مسك قضية كبيرة. فيرد رئيس المباحث عليه ويقول له إن المكافأة الأكبر هياخدها لو عبد الناصر قال له هو مخبي النص التاني بتاع جثة والدته فين. عبد الناصر الأكل يقف في زوره ويحس إنه مش عارف يرد ولا يتكلم. فيكمل رئيس المباحث ويقول له إنه عارف كل حاجة، وإنه عارف إن هو اللي قتل أمه، وإن هو اللي قطعها نصين، وإن هو الراجل الغريب اللي كان مخبي وشه، وهو اللي رمى الشوال في البلاعة. ملامح عبد الناصر وطريقته في الكلام خلاص وضحت لرئيس المباحث ان هو اللي عمل كده. ويحكي عبد الناصر لرئيس المباحث ايه اللي حصل بالظبط. من اول ما اتولد عبد الناصر وهو ما يعرفش حاجة عن ابوه، طول عمره عايش مع امه لوحدهم. امه شغالة بتبيع خضار وبتجيب فلوس كل يوم على قدها، وهو اتعود كل يوم انه ياخد منها الفلوس ويصرف على نفسه. وحتى لما كان بيتسجن كانت والدته بتزوره كل شوية في السجن وتطلب منه انه ما يعملش كده تاني. واخر قضية لما اتحكم عليه ب15 سنة كانت والدته بتزوره كل مرة لحد ما خرج من السجن، ولما خرج وعدها انه هيتوب ومش هيعمل اي حاجة تاني. بس كمان عبد الناصر محتاج يتجوز، فيطلب من والدته انها تساعده بالفلوس اللي حوشتها خلال ال15 سنة علشان يتجوز البنت اللي بيحبها. بس والدته كانت رافضة الجوازة دي لان البنت دي سمعتها وحشة جدا، وكل الناس اللي في المنطقة بيقولوا عليها كده. والدة عبد الناصر ما كانتش رافضة فكرة الجواز، هي بس كانت رافضة البنت دي تحديدا. اتخانق مع والدته خناقة كبيرة بسبب البنت دي، وطلب منها انها تديله الفلوس وملهاش دعوة بأي تصرف هو هيعمله. ولما الخناقة زادت بينهم قوي قرر انه هيخنق امه ويقتلها عادي جدا. ولانه عارف ان مفيش حد بيسأل عليهم فساب امه جثة ميتة في البيت، ونزل في نفس اليوم سلم نفسه لاسم الشرطة علشان ينفذ فترة المراقبة.
وتاني يوم يطلع على البيت ويطلع جثة أمه من تحت السرير ويقطعها بالسكينة جابها معاه، وياخد الجزء الأول من الجثة ويحطه في شوال ويروح يرميه جنب واحد من المصانع جوه المخلفات بتاعته، والمصنع ده بعيد عن المنطقة السكنية اللي هو فيها بكتير. ولما لقى الوقت اتأخر رجع على اسم الشرطة وعمل إن عنده مشكلة صحية في بطنه، فطلب من الضابط إن يديله إذن علشان يمشي علشان تعبان شوية، فيرجع على البيت وياخد النص التاني من الجثة ويحطه في شوال وينزل على منطقة مصر القديمة في المكان اللي رمى فيه الشوال. وتاني يوم عبد الناصر يكتشف إنه رمى الشوال في بلاعة أصلا مسدودة، فالشوال هيفضل موجود وهيبقى ظاهر لكل الناس. وخلال الفترة دي كان بيسأل أفراد الأمن اللي موجودين أي معلومة تحاول تطمنه إن محدش اكتشف أي حاجة. وفي الوقت ده عبد الناصر كان بيصرف من الفلوس اللي خدها من والدته بعد ما قتلها. رئيس المباحث خد اعترافات عبد الناصر وسلمها للنيابة العامة، وبعدها قدروا يستخرجوا النص العلوي من الجثة بعد ما قال لهم عبد الناصر على مكانها بالظبط. وتقدم عبد الناصر للمحاكمة وربنا جاب حق والدته واتحكم عليه بالإعدام. إشاعة إن القضية هتبقى ضد مجهول كانت كلمة السر في حل القصة كلها. عبد الناصر اتسأل إزاي تعمل كده في والدتك وتقطعها نصين، قال إنه مجرد ما الست دي ماتت بقت بالنسبة له مجرد جثة، ووجودها في حد ذاته قضية فلازم يتخلص منها، فعلشان كده قرر إن يقسم جثمان والدته لنصين. أمه برغم إنها واقفة معاه في كل حاجة في حياته، وبرغم إنها ما كانتش تتمنى تشوف ابنها في السجن وكانت بتزوره طول ال15 سنة، أول ما خرج أول حاجة فكر فيها إنه يقتل أمه علشان بس رفضت تنفذ له حاجة هي أصلا غلط. وربنا يرحم أمه اللي كانت بتحاول طول الوقت تعمل منه بني آدم. سلام عليكم.